السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات تعليم السياقة. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون مهم بالنسبة للناس اللي عندهم الوليدات كيكونوا راكبين اللور، كيفاش نحميو ولا كيفاش نأمنوا الفتح تاع البيبان الخلفية والنوافذ الخلفية، كيفاش باش نبلوكيهم باش ما يتحلوش من الداخل. يعني فاش يكونوا الوليدات راكبين اللور ما يقدروش انهم يحلوا البيبان او لا يحلوا النوافذ، لان ممكن انا نكون غادي في الطريق يكونوا راكبين الوليدات الصغار اللور يقدروا يهبطوا السرجم او لا يحلوا الباب ولا قدر الله يقدروا يطيحوا ولا توقع شي حاجه. دابا كيفاش باش نبلوكي هاد القضيه؟ بالنسبه للنوافذ كما كنشوفوا انني ممكن نحل النافذه من الداخل. باش نتمكن انني نبلوكي هاد النوافذ باش ما يتحلوش، كنجي هنا كنتكي على هاد الزر. دابا ما يمكنش يتحلوا من هاد المكان. دابا كنتحكم فيهم فقط من هنا، من لوحه القياده، يعني من الامام. هنا كيمكن لي نهبط الزاج او لا نطلعو، ومن هنا فين كيكونوا مثلا الوليدات جالسين ما يمكنش نتحكم في النوافذ. هذه بالنسبه للنوافذ ديال السياره. دابا بالنسبه للباب، نجيو هنايا للباب كنلاحظوا ان الباب عادي كتفتح عادي من الداخل. دابا كيفاش نبلوكيها باش ما تبقاش تحل من الداخل؟ كنجيو هنايا كنحلوا الباب ديال السياره، كنجيو هنا لهذا المكان كما كنشوفوا هنا. هذا الزر هذا كنهبطوه للاسفل، هو كيكون هنايا الفوق. هكا البيبان ممكن يتحلوا من الداخل. دابا هكا ما غاديش يتحلوا البيبان من الداخل. غادي نجربوا. غادي نحاولوا نحلوا البيبان من الداخل. كما كنلاحظوا ان البيبان ما كيتحلوش من الداخل، يعني كيتبلوكاو وما يقدروش الوليدات الصغار لا اللي راكبين اللور انهم يفتحوا الابواب. وهذه رساله بالنسبه للناس اللي عندهم وليدات، لان الوليدات الصغار ما كنعرفوش شنو كيديروا، ما كيتحكموش، ما كيعرفوش شنو يديروا. داكشي باش كيخصنا نامنوا هاد الابواب والنوافذ باش ما توقعش شي كارثه لا قدر الله. هذا كل ما كيتعلق بهذا الفيديو. كنتمنى يكون الشرح واضح. ان شاء الله تنتلاقاو في شي فيديو جديد بحول الله.